يا مساء الفل عليكم. انا ساره ودي حلقه جديده من بودكاست محدش قال لنا كده. طول عمرنا بنسمع جمل كده بتتكرر علينا من غير حتى ما نفكر فيها، زي البنت الحلوه لازم تكون بيضه وشعرها ناعم وجسمها مظبوط على الشعره. بس الظبطه دي بصراحه معرفش مين حطها، وبالنسبه لي دي كلها معايير كانها وصفه جاهزه للجمال. بس هو مين اللي قال ان الجمال قالب واحد؟ ولا مين اصلا اللي ادى المجتمع حق انه يحط شروط للبنت عشان بس تبقى مقبولة؟ في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الخرافات والمعايير الغلط اللي لسه بتتفرض على البنات عشان بس تقبل نفسها وتشوف نفسها حلوة. حلقتنا النهاردة اسمها كتالوج الحلاوة، وأول خرافة معانا النهاردة هي طبعا لون البشرة، وإن أغلب المجتمع شايف إن البنت السمرة دي مش حلوة، والبنت الغلبانة تاخد نظرة المجتمع من هنا وتروح تجيب كريمات تفتيح وبودرات وحركات عشان بس تبان مقبولة. ايا كان بقى في عين المجتمع او في عين نفسها مش فارق، هي خلاص جالها تروما. طب ليه نعمل في نفسنا كده؟ ده حتى السمار الجمال كله. وتاني خرافة هي اكيد شكل الجسم ومقاسك عامل ازاي، زي طنط حشرية كده لما تيجي تقولك انت ازاي كتير كده، انت مستحملة نفسك ازاي، لازم تبقي رفيعة عشان سوقك يمشي وعشان تبقي مطلوبة من الرجالة. طب يا طنط حشرية ما تخليكي في حالك وشوفي نفسك، انا عاجبني نفسي كده ودعيلة خسي يا ستي. واللي بقى يجي يقولك ايه القصر اللي انتي فيه دوت، طب ما تلعبي عقلة ولا تخلي حد يفردك بمكوى. وفي الحقيقة انا الجملة المكوى دي اتقالت لي اكمني 1.5 متر، بجد انا 1.5 متر مش بهزر. بس انا مش متضايقة، عادي، انا مبسوطة جدا وانا قصيرة وراضية جدا عن نفسي ومش مستنية حد يعلق على حاجة زي كده. تالت خرافة بقى بتقول ايه؟ بتقول ان الشعر لازم يبقى مفرود ونايح وزبده سايحه في صفايح. بجد؟ طب انا من موقعي ده عايزه اقول ان الشعر الكيرلي حلو قوي، وبجد ربنا خلق كل بنت باللي لايق عليها، والرضا بيحلي شكلك اكتر واكتر. رابع خرافه هي ان كل ما لبستي براندات وكل ما حطيتي مكياجات وكل ما روحتي عملتي فيلرات كل ما بقيتي احلى وكلاس. وطبعا مفيش منك اتنين. طب بالذمه ده اسلوب؟ ده حتى كلام مش منطقي، بجد. ايوه مش منطقي. مفيش حاجة اسمها ان انا اجري ورا اي براند واجري والبس على الموضة زي كل الناس مش كلها اسطمبة واحدة. فين شخصيتك؟ فين شكلك من باقي الناس؟ فين اختلافك؟ مش ده اللي هيخليكي كاتشي. وبجد كفاية ميك اب وكفاية فيلر وكفاية حقن. الناس بقت واخدها سبوبة وبيكسبوا مكاسب مش طبيعية بسبب المشي ورا الكلام ده. ولو متابعين اخر الاخبار هتعرفوا ان في عروسة دلوقتي بين الحياة والموت بسبب الموضوع دوت. بجد ربنا يشفيها ويرجعها لأهلها كويسة. خامس واخر خرافة بقى هي كوليكشن من التعليقات، تعليق على نجاحك، تعليق على ذكائك، صوتك، هدوءك، ابتسامتك، سلوكك، كل ده حاطين له معايير للجمال. طب ازاي؟ هو انا لازم ابقى كيوت وهادية وناعمة وبتكلم بمياعة عشان ابقى حلوة؟ الكلام ده فكرني بمذيعة كده مش عايزة اقول اسمها. خلينا بقى نغير السيرة ديت، وعايزة اقول لكم كلمتين جد. حقيقي لو في حاجة اسمها كتالوج الحلاوة فاحلى حاجة ان كل واحدة فينا تكتب كتالوجها بنفسها. الحلاوة مش وصفة هتنزلي نفسك فيها زي الفيجيتار. الحلاوة هي انك تكوني على طبيعتك ومتخليش حد يهز ثقتك في نفسك. انتي حلوة زي ما ربنا خلقك. وعايزة اختم الحلقة بقول الشاعر: البت بيضة بيضة بيضة، البت بيضة وانا اعمل ايه؟ ودمتم حلوين زي ما انتوا يا صحاب.